يصبغ، لم يغير شيبه. أنس بن مالك لم يغير، أبي بن كعب لم يغير، سلمة بن الأكوع لم يغير، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقيل للإمام علي: أنت لا تغير الشيب، وقد أمر رسول الله بتغييره. فماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ قال: كان ذلك والإسلام قل، كان الإسلام قليلا مستضعفا يتربص به وبشيعته وأتباعه، فالنبي أحب أن يظهر هيبة ماذا؟ المسلمين في نفوس الكافرين، أننا كلنا شباب قادرون على القتال والمكامعة والمناضلة والمصاولة والمجاولة، شباب لسنا شيوخا متهدمين. الإمام علي قال هذا هو السبب، قال: كان ذلك والإسلام قل، أما وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ وما اختار لنفسه. شفتوا الفقه كيف؟ هذا فقه الصحابة، العقول كبيرة تجعل قضية كبيرة على الصبغ، اصبغ كنا وبدعة ولا يجوز، وخالف وصبغ بالسواد ولا يجوز بالسواد. كل هذه قضايا إرشادية، من حب أن يتوسع فيها فليقرأ أيها الإخوة